الولد حط جردل فوق الباب، بس البنت كانت واخده بالها من المقلب. اول ما الولد دخل الجردل وقع على دماغه في ساعتها، وشه احمر من الغضب، وبعدها على طول وقع على الارض من غير قصد. المنظر ده خلى كل اللي حواليه ينفجروا من الضحك، وهو من شده الغيظ قال انه مش هيسيب البنت تفلت باللي عملته ابدا. تاني يوم قابلوها في سلم العماره، جريوا عليها، فالبنت اضطرت تستخدم قوتها. الكل وقع على الارض مره واحده. لما الولد شاف كده قرر يتصرف بنفسه، بس البنت مسكت رزقه بسهوله. الباقيين جريوا وهربوا من الخوف. الولد اتغلب عليه تماما وافتكر ان البنت دي عبقريه صغيره. ساعتها طلب منها ترجع جده للحياه وداها القفل. بعد كده دخلوا اوضه مع بعض، بس الحارس كان شايفهم. اول ما دخلوا البنت شافت راجل عجوز نايم على السرير، حست ان الراجل ده متلفق له ومظلوم لحد ما وصل للحاله دي. عيطت وقالت انها هترجعه للحياه مهما حصل. في اللحظه دي مرات اب الولد دخلت الاوضه بسرعه علشان تستولى على املاك العجوز. امرت الحارس يطوق البنت ويمنعها انها تنقذه. البنت لفت بسرعه وفعلت القفل اللي في رقبتها. طاقه قويه جدا انفجرت من القفل في نفس اللحظه. الست اشارت للحارس فورا. لما ضغط على الزر الاوضه اتملت دخان اسود. الكل حس بدوخه وثقل في راسه في ثانيه. ساعتها البنت عدت صباعها على القفل تاني. الطاقه القويه زقت الحارس لورا خطوه ورا خطوه. البنت كملت باستخدام قوتها علشان تنقذ العجوز. الست حاولت توقفها مره تانيه، بس اتحدفت لورا بسبب الطاقه القويه. وفجاه العجوز فتح عينه وبدا يفوق واحده واحده. الست ما صدقتش اللي شافته واتجمدت من الخوف ووقعت على الارض.